اهلا بحضراتكم. عدنا على الهواء. هذه الفقره انا الحقيقه مهتم بيها جدا، لان يعني ربما الكثيرين من الشعب المصري مش عارفين اساسا ان في عندنا هيئه اسمها الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد، واللي يعرف الاسم غالبا لا يعرف ماذا تفعل هذه الهيئه او ما هي الاهميه التي يمكن ان تمثلها هذه الهيئه، خصوصا ان هذه الاهميه وفقا لوجهه نظري تعظمت في السنوات الاخيره بعد التكنولوجيا الحديثه والاكتشافات العلميه والاقمار الصناعيه، فاصبح الهيئه بتاعه الاستشعار عن بعد موكل اليها مهام في منتهى الاهميه، في حاجات ينفع نتكلم فيها وحاجات ما ينفعش. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. دكتور علاء النهري نائب رئيس الهيئه، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك يا رب. ربنا يخليك وعلينا جميعا. خلينا نتكلم في الحاجات اللي ينفع نتكلم فيها. نعم. عن الهيئه. اولا لمن لا يعلم من المصريين، ايه هي تخصصات وصلاحيات ومهمات عمل الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد؟ الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هي هيئه تابعه لوزاره البحث العلمي. كويس. تهتم بتقنيات الاستشعار من بعد اللي هنبسطها للساده المشاهدين. ان هي بالضبط التعرف على ملامح واشكال وخيرات وموارد سطح الارض دون تلامس طبيعي معه. دون تلامس طبيعي معه، اي عن بعد. وليها شقين اساسيين، الاقمار الصناعيه والطائرات. فاحنا عندنا في الهيئه طائره الهيئه وتمتلكها الهيئه، بتقوم بتصوير جميع مناطق مصر للاغراض التنمويه. وعندنا القمر الصناعي ايجيبت سات 1 اللي طلع وخدنا منه تكنولوجيا عاليه جدا ودربنا عليه اولادنا بشكل كبير جدا. خلينا قبل ما نخش على الاقمار، خلينا في مرحله الطائره. نعم. عشان نبسطها للساده المشاهدين، دي طائره تمتلكها الهيئه. نعم. والطائره بتقوم بعمليات استطلاع جوي. نعم. تصور، صح؟ نعم. انا بصوبني لو انا اخطات. لا بالظبط. بتصور كل مساحات جمهوريه مصر العربيه. نعم. ممكن بقى التصوير ده الهيئه بتستفيد منه ازاي؟ يعني حضرتك ابسط شيء، وكان اخر حاجه احنا عملناها لتصوير التلوث اللي كان حصل في مجرى نهر النيل من مصنع كومومبو في ادفو في اسوان. فساعتها كان الناس كلها اتكلمت هل في تلوث، هل في بقعه زيت فعلا. الهيئه الاستاذ الدكتور رئيس الهيئه الدكتور مدحت مختار طلب من القوات المسلحه تصريح على وجه السرعه، وفعلا طيارتنا قامت ومسحت مجرى النيل وعرفنا بقعه الزيت فين وطالعه منين واثرها ايه وامتدادها ايه. ممتاز. وهل قريبه من مآخذ المياه الشرب ولا لا، وازاي نبعدها. وحطينا طبعا عملنا دراسه جيده جدا وعرضناها. تمام. وده كان من ضمن اهم حاجه الهيئه عملتها، ان هي الحفاظ على صحه المواطن المصري. صح. تعرف هل التصوير اللي كان بيحصل بالطائرات كان ممكن يظهر ما تحت سطح الارض من معادن، من ثروات؟ بالظبط يا فندم. الهيئه بصدد تركيب الكاميرا الراداريه، والكاميرا الراداريه لها قدره على اختراق سطح الارض من 4 إلى 20 متر، وده بحسب مدى 4 إلى 20 متر تحت سطح الارض. تحت سطح الارض بالظبط. وبالتالي بنقدر نتعرف على مواردنا تحت الارض، كانت موارد مائيه او ثروات معدنيه. صحيح. وعندنا برضه تقنيه ثانيه الهايبر سبيكترال، ودي بنقدر نتعرف على نوع المعدن. واحنا حاليا عاملين بروتوكول كمان اقدر اعرف مش بس ثروه معدنيه، لا ده نوع المعدن اللي موجود. ودي اعلى تقنيه في الاستشعار من بعد، والحمد لله انا متخصص في هذا المجال من سنه 2000 واحنا بنشتغل في هذا المجال، متفوقين جدا فيه وناشرين دولي على الابحاث. تمام. وبالتالي احنا حاليا بنشتغل مع وزاره التخطيط ومع هيئه المواد النوويه للتعرف على او عمل خريطه استثماريه للمعادن في مصر، وحاليا بادئين بالحديث. بتقول لي انا اسف انا لازم اشكسك شويه يا دكتور. لا ابدا ابدا. يعني حضرتك بتقول لي ان احنا متخصصين في هذا المجال ومتفوقين فيه كمان. الحمد لله. ليه السنوات اللي فاتت ما سمعناش كتير عن اكتشافات؟ الهيئه بتقول ان احنا اكتشفنا مثلا بير مش عارف بترول كذا، او اكتشفنا منجم معدن معين في الحته، يعني ما سمعناش ده كتير. والله بنكتشف وبنعمل دراسات، ويعني اخر حاجه حتى الاثار. احنا مره كنا بنشتغل ناحيه سقاره ولقينا جسم او شكل هندسي منظم تحت الرمال، وابلغنا بيه وزاره الاثار وقلنا لهم ان في هنا جسم وبتاع، حفروا ولقوه معبد. فالهيئه حتى بتشتغل في مجال الاثار. المعبد الاخير اللي وزاره الاثار اعلنت عنه؟ لا ده من اكتر من سنتين كنا قلنا عن هذا اللي قبله. وحاليا احنا بنعمل دراسات في الواحات على تحديد الحديد وكمياته وانتشاره وحتى قيمته الاقتصاديه وكميته. كويس. فحاليا بنعملها، واحنا بنعمل شغل كتير على فكره، ولكن دايما يعني يجب ان يكون هناك ترابط بين اجهزه الدوله المختلفه. ليه؟ طبعا للاستفاده من هذه الدراسات. برضه يجب هنا انا يعني بناشد حضراتكم ان انتوا يعني تتواصلوا اكتر خصوصا مع الاعلام. نعم. علشان نعرف نلقي الاضواء على شغل حضراتكم.
مجرد معلومه صغيره حضرتك تبثها لنا، تقول ان احنا اكتشفنا شيء او حتى شغالين على مشروع مش عارف شيء، او بندرس وجود حاجه معينه تحت الارض هنا، احنا نشتغل ونضغط على اجهزه الدوله الاخرى انها تتبنى هذا المشروع، يعني يحصل حراك تواصل وده حقيقه يعني. واحنا ما بنتاخرش على فكره، ما حد بيطلبنا في الاعلام لا انا عايز المبادره تيجي من عند حضراتكم، اي شيء تكونوا شغالين عليه ومحتاجين تكثيف للجهود وكذا بلغونا بيه، وده دورنا. والله زي مثلا الموضوع سد النهضه مثلا احنا النهارده احنا عندنا في الهيئه 3 محاور اساسيه هذا العام. محور تاثيرات سد النهضه على مصر، دي حاجه تهم جميع المواطنين المصريين. مليون في المية. وده انا اللي ماسك هذا المشروع، وبالتالي احنا عملنا شغل محترم جدا. برضه هتكون ورقه تفاوضيه في حاله لا قدر الله فشل المفاوضات، انا بقول لا قدر الله. وان شاء الله طبعا القياده السياسيه عندنا قياده واعيه وحكيمه ومهتمه جدا بهذا الموضوع. صحيح. وبالتالي ادتنا هذا الانطباع من اهتمامها، احنا كمان اهتمنا اكتر، ولان لازم نكون احنا العين الثاقبه اللي هنقول الكلام ده فول، لدرجه ان احنا حددنا مكان سد النهضه، عرفنا ارتفاعه قد ايه او المزمع قد ايه، السعه التخزينيه قد ايه، ممكن يخزن ميه قد ايه. ممكن اقول بعض النتائج البسيطه اللي ان شاء الله هنعرضها على القياده السياسيه باذن الله قبل شهر 6 هيكون التقرير كامل باذن الله تعالى. يعني من ضمنها سد النهضه ارتفاعه 145 متر، عرضه 1800. كل الكلام طلع من على الصور الفضائيه. الكلام ده احنا كنا متغميين، خاصة لما القمر الصناعي المصري الأولاني فقدنا الاتصال بيه بعد 3 سنين ونص. وبالتالي كان اللي هو الروسي؟ لا اللي هو مع اوكرانيا في الاول حضرتك. اوكرانيا. ولكن اتعلمنا منه كتير، استفدنا منه كتير. القياده السياسيه كانت مهتمه جدا نطلع الامر الثاني اللي عملناه مع الروس، اللي اتعامل مع الروس. ليه؟ لان احنا كان اثيوبيا متجاهله الموضوع خالص. صح. وعارفه ان احنا مش شايفينه، وفي نفس الوقت في دول كتير ما كانتش بتدينا الصور الفضائيه، بتقول ده نزاع، فاحنا ما كناش فعلا بنلاقي الصور الفضائيه. حتى الصور الامريكيه بتاعت قمر لاندسات 8 ما كانتش متاحه، او بريزولوشن وحش جدا يعني، او قدره تفريقيه سيئه جدا، فما كناش نقدر نشوف. كويس. القمر المصري بين لنا الحاجات دي كلها، وبالتالي قدرنا نحدد سعه السد. طول السد 1800 او 1805 بالظبط زي ما انا قايسه، والارتفاع الى الان هيوصل 145. لو 145 هتبقى مصيبه سوداء على فكره، يعني 145 مع متوسط البحيره اللي هتبقى ورا السد اسناها متوسط 3 كيلو. لو ضربنا الكلام ده كله ببعضه هنطلع فوليوم او حجم، هنلاقي يشيل حوالي 74 مليار متر مكعب. فلازم نكون حريصين جدا في الحته دي. وانا اطالب المفوضين الموجودين حاليا ان لازم ابسط شيء، احنا مش هنوقف السد ولا بنا السد لان اتبنى وخلاص خلص منه كميه كبيره، ولكن السعه التخزينيه للسد او فتره ملء السد لازم لا تقل عن من 7 ل 10 سنوات. دي مهمه جدا جدا، لان لو الفتره التخزينيه فتره ملء السد، ما هي فتره تخزين المياه وراء تخزين المياه بالظبط يا فندم. لا يجب ان تقل عن 10 سنوات. انا بقول من 7 ل 10 سنوات. 7 سنوات ده الحد الادنى. هنضار شويه، ولكن ال10 سنوات اعتقد مش هنضار كثيرا، وباذن الله تعالى المفاوض المصري ينجح في هذا الموضوع، لان ده لازم. وناخد بالنا دي ميه مصر، واحنا مصر هبه النيل زي ما قال الاردن، فدي لازم احنا ناخد بالنا. هو كان في تصريح طلع من 3-4 ايام من الهيئه تقول انه لو اتملى سد النهضه في عام او في عامين نهر النيل هيجف. بالظبط يا فندم، انا قلت هذا الكلام يعني كان مجازا بنقول النيل هيجف، ولكن هنتاثر تاثر بليغ. يعني لو اتملى في سنه يعني هنتحرم من فيضان سنه. يعني مش هيجي لي 55.5 مليار وانا ولا السودان، هيتحجز عننا هذه الكميه من المياه، وبالتالي فعلا النهر يبقى معرض لجفاف شديد يعني. لو اتملى في سنتين هتقل الكميه، لو اتملى في 3 سنين وهكذا لغايه ما نوصل. فكلما تزيد مده التخزين للمياه وراء سد النهضه كلما قل الضرر عندي. طبعا وعشان كده لازم المفروض مصر يحط نصب عينيه ان لازم فتره ملء السد تكون طويله شويه، خاصه ان اثيوبيا عامله 3 سدود او تزمع انها تعمل 3 سدود قبل السد كمان. مزبوط. عشان ايه؟ ما يقل الضغط على جسم السد. تمام. ال3 سدود دي هتشيل حوالي 130 مليار، ولكن هي مش هتضرنا لان السد هيتملي، لازم يفرغ عشان ما يقدرش هو يحجزه. صحيح. تماما. ولكن سد النهضه الاثيوبي ب 74 طبقا لهذه القياسات، لو علوا عن لو وصلوا 170 بقت حاجه اكبر من كده، تبقى كارثه، لان هيحجز ميه كبيره. ومع ذلك بنقول استفيدوا بالكهرباء، احنا مع اثيوبيا، احنا مش ضد اثيوبيا، نموا زي ما انتم عايزين، ولكن لا تضرونا، ما تضروناش ابدا، لان مصر ما تقدرش تعيش من غير النيل. صحيح.
صحيح. فدي فعلا حاجه احنا مركزين عليها في الهيئه. ده ملف. المشروع الثاني، الملف الثاني محور قناه السويس، مهتمين جدا احنا بيه، لان ده مشروع عملاق. يعني مشروع عملاق برغم تشكيك بعض المزايدين، لكن للاسف الشديد هو يعني او لحسن حظ المصريين مشروع عملاق. وانا بشبه الرئيس السيسي بالرئيس عبد الناصر. عبد الناصر امم قناه السويس، السيسي نمى قناه السويس او صحيح. هينمي قناه السويس. صحيح. قناه السويس لو اتعمل عليها المشاريع اللوجستيه او الخدميه بجانب الصناعات، بجانب استخدام سيناء في الزراعه والتنميه، وخدمه المواني وكل والمواني والانفاق اللي هتسهل الوصول، هتعمل انتعاشه كبيره جدا لمصر. ويكفينا جميعا فخرا ان المصريين هم اللي دفعوا فلوسهم، زي ما عبد الناصر ما جبنا السد العالي امم قناه السويس، ومن فلوس القناه بنى السد العالي بمساعده الروس. فدي من الاشياء العظيمه جدا اللي صحيح. الهيئه مركزه عليه. طبعا. مركزه على ايه؟ احنا مش مجرد ما في شركه او المكتب الهندسي خدها احنا ساكتين، لا، احنا دورنا وواجبنا الوطني ان احنا نتابع برضه ونبلغ القياده السياسيه باي تغير يحصل او اي شيء سلبي ممكن يحصل، لازم نبلغها، لان اي احنا انحراف عن المسار المخطط بالظبط يبلغوا فيه او فورا. حتى بدون قصد ممكن يحصل. مش مهم. مش مهم. يعني هم ممكن يحصل خطا بدون قصد طبعا. ولكن احنا كناس شايفين مصر من فوق، وبالتالي شايفين المشروع من فوق اللي انا شايفه مشروع عملاق ورائع جدا. فبرضه لو حصل اي حاجه هنبلغ، والله هنا في كذا، راينا كذا. فالهيئه مهتمه جدا ده مشروع مهم بهذا جدا الموضوع جدا جدا. المشروع الثالث حلايب وشلاتين. السيد الرئيس قال عايزين ننمي حلايب وشلاتين، لان حلايب وشلاتين بوابه مصر الجنوبيه، فلازم نحافظ عليها ولازم نحافظ على ثرواتها وننمي قدرات الناس اللي عايشه فيها. تمام. لان للاسف الشديد انا رحت من حوالي 10 سنين هناك، الناس بطبيعه يعني ناس على هامش الحياه زي ما بيقولوا يعني. فلازم ننمي الناس دي، لازم ناخد بالنا، فيها ثروات معدنيه كبيره جدا لازم نستغلها. برضه بالاضافه انها بوابه مصر الجنوبيه كامن قومي. صحيح. عندنا شغل في سينا، عملنا شغل في سينا في الهيئه، يعني السنه اللي فاتت خدنا سينا، والسنه اللي قبلها جنوب سينا وشمال سينا. عاملين شغل رائع، واحنا اللي قلنا فين اماكن الرمال البيضاء اللي هي للاسف الشديد دايما نتكلم عليها ان احنا ما زلنا بنصدرها ب$9 للطن، بينما بتروح لتركيا، تركيا بترجعها لنا او ترجعها للدول الثانيه ب$900. بيعملوا كريستال. فاحنا ليه ما نعملش هنا في سينا مصانع ونشغل شبابنا طبعا ونهتم؟ سينا فيها خيرات كثيره جدا. حضرتك بتقولوا ده نسبه او هامش الربح رائع. طبعا وثروات $9 ل$900. الرمال السوداء، مصر فيها خيرات سبحانك يا رب، وربنا سبحانه وتعالى فعلا وهب هذا الشعب خيرات، وعمره ما الشعب ده لن يضام ابدا ان شاء الله. ان شاء الله. ودي حاجه فعلا موجوده. يعني عندنا ثرواتنا، بس كل اللي احنا عايزين ننظم الاداره، نشتغل كويس، نستغل مواردنا بشكل جيد. مصر دي هتبقى فوق جدا. ويكفينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا عايشين في امن. نشوف الدول اللي حوالينا ليبيا وسوريا، شوف شكلها ايه، الحمد لله. بس عايزين برضو نتبع كلمه الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، وما قال السائر الحق من يسور ثم يهدأ. لازم نهدأ عشان نبني بلدنا. لازم نهدأ كلنا ونبتدي نبص ونترك العمل للقياده السياسيه ان هي تشتغل في هدوء، لانهم بصراحه ما بيناموش. يعني السيد الرئيس السيسي ما بينامش ليل نهار، بيشوف موضوع السد، وهيروح يزور اعتقد القمه القادمه، هيروح اثيوبيا من 29 31 انا قريتها يعني. وبالتالي هو مهتم جدا، سواء ملف مصر الخارجي او ملف مصر الداخلي، الملفات الداخليه اللي مثقله بالهموم. يعني الراجل ده ربنا يكرمه، يعني يكفي الضغط اللي عليه، يكفي صحيح. الضغط اللي عليه خارجي وداخلي. مظبوط. ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله تعالى، واحنا من وراه هنشتغل. ولازم الشعب كله يشتغل وننتج، لان دي في الاخر بلدنا. 100%. في نقطتين عايز اناقش حضرتك فيهم قبل ما نخلص الحوار. النقطه الاولى متعلقه بملف الناس كتير حطاه على عاتق الهيئه، وهو ملف الابار الجوفيه. نعم. وقال لك ان ده بديل مهم جدا سواء للزراعات وثروه مصر المائيه واي خطوره تحصل، موضوع سد النيل، سد النهضه وكذا. فايه دوركم في استيعاب هذا الملف؟ احنا دلوقتي بادئين وان شاء الله يكون امام الرئيس قريبا مشروع شرق العوينات او زراعه شرق العوينات. شرق العوينات فيها خزان الحجر الرملي النوبي، خزان ضخم، لكن للاسف الشديد الميه تهدر في شرق العوينات، تهدر بشكل كبير جدا. الميه هناك المفروض بيفوت سيستم او الري المحوري هو رش، ولكن بنشوف الاسراف في الميه. لما بروح ازور هناك يعني بزعل لما بشوف هذا المنظر قدامي، الميه كانك بتروي ميه غمر. ياه. بالظبط، الميه هناك يعني تخش الميه الركب زي ما بيقولوا يعني.
لازم تقنين. حرام، ده اهدار ده. الزراعه الموجوده في شرق العوينات لو قننا الميه اللي فيها واستخدمناها بشكل جيد هنزرع الضعف واكتر من الضعف. في شرق العوينات انا عملت دراسه عن طب التربه. حضرتك ما تواصلتوش ليه مع وزاره الزراعه ووزاره الري في الكلام ده؟ والله بنتواصل يعني. لا ده اهميه وده اولويه. والسيد الرئيس حاططها من ضمن اولوياته، يعني لان قال لك انا عايز ازرع 4 مليون فدان. جينا ندور في اماكن كتير صالحه ولكن الميه قليله. شرق العوينات انا عندي الميه من 28 متر الى 100 متر العمق، يعني بطرمبه بلدي بيسموها دي ممكن اطلع ميه. الميه ملوحتها من 200 الى 800 جزء في المليون. ال 200 دي اقل من ميه النيل. ميه النيل 350 بتوصل عندنا 400 و450 لما تمشي على جميع الرواسب وجميع الاملاح اللي بتاخدها وهي ماشيه في سكتها يعني. ممكن نستغل شرق العوينات بشكل اكبر من كده كتير جدا وتكفينا. انا بقول شرق العوينات لو لم نهدر الميه واستغلينا الميه بشكل جيد جدا ممكن تكفينا من القمح ذاتيا. وخاصه بزراعه الاصناف المتحمله للجفاف، في نفس الوقت تقنين الميه لان الميه هتتحسب بعد كده بالقطره. طب ده انا من بكره الحقيقه هنتكلم، ده تبع وزاره الري ولا وزاره الزراعه؟ والله ده الري والزراعه والبحث كلنا مشتركين في هذا الموضوع. المفروض احنا بنعمل ابحاث ونقدمها طبعا. لا من بكره ان شاء الله هنخاطب وزاره الري في هذا الملف. الحقيقه اهدار الميه اللي بيحصل في شارع العوينات ده لا يمكن السكوت عليه، خاصه ان الميه كل سنه بتنقص متر. الابار انا بروح اقيسها بتنقص متر سنويا، تنقص متر، وبالتالي ده نتيجه الاهدار في الميه. صحيح. واحنا ممكن بالري بالتنقيط والري الرش المقنن ممكن نزرع ضعف المساحه بالظبط. هل في تاثر لجوده المياه الجوفيه بسبب الصرف الصحي؟ لا ما اعتقدش. يعني حتى لو نتكلم على ترعه السلام ما فيهاش صرف صحي بقى كما يظن البعض يعني. هو صرف زراعي مع صرف ميه وبتمشي فتره طويله جدا فبيحصل ترسيب لحتى اي عناصر موجوده بتوصل ميه جيده جدا. وفي سينا الناس بتزرع وانتاج كويس جدا فما فيش تاثر يعني؟ ما اعتقدش. لا خالص يعني اطلاقا. الملف الاخير هو ملف الاقمار الصناعيه. نعم. وقول لي حضرتك احنا استفدنا قد ايه بدخولنا هذا الملف، والقمر الصناعي الصيني الاخير كمان انا اعتقد انه كان له فوائد كثيره تكنولوجيه وعلميه للهيئه. وامتى الهيئه يبقى عندنا قمر مصري بقى، مش عايزين مصري جنسيه بعديها؟ اولا احنا في اول تجربه لينا مع اوكرانيا بعتنا اكتر من 50 مهندس اشتغلوا هناك وخدوا تكنولوجيا عاليه جدا، وصلوا من اي تو زد. كويس. فخدوا تكنولوجيا عاليه جدا وتعلموا كويس ولادنا. لما القمر بعد 3 سنين ونص فقدنا الاتصال بيه لبعض الظروف الجويه على فكره ما لناش كان يد فيها، وده معلوم. يعني امريكا القمر عنده طلعوا 1 و2 و3 لاندسات وبعدين 4 و5 6 فشل. امريكا وهي الدوله العظمى عندهم قمر 6 فشل، فده مش عيب، لكن احنا اتعلمنا تكنولوجيا جيده جدا. كويس. المره دي لما حبينا نتفق نشتغل مع الصين في القمر الثاني الروسي كان لازم نعمله بسرعه لان محتاجين نشوف حدودنا، محتاجين نشوف سد النهضه. ما ينفعش نبقى مش شايفين. فلازم نشوف. فعملنا بسرعه شويه. القمر الثالث برضو توجيه من السيد الرئيس ان احنا نتعلم تكنولوجيا، ودي مهمه جدا. ازاي نتعلم تكنولوجيا؟ فاحنا متعلمين الحمد لله كويس. الصينيين قالوا لا، وجميع دول العالم قالت لا انا هبيع لك المنتج لكن مش هديك تكنولوجيا. طبعا. فاحنا قلنا لا، احنا مصرين نتعلم التكنولوجيا ونشتغل ونشارك في التكنولوجيا. وبالتالي الصين في الاول رفضوا على فكره. قلنا لهم طب شوفوا امكانياتنا. راحوا المدينه الفضائيه وشافوا شغل الهيئه وشافوا شغل برنامج الفضاء، لقوه محترم جدا، وبالتالي وافقوا ان احنا نشاركهم بنسبه مش هتقل عن 50%. ياه. ده ان شاء الله في القمر اللي هو هيطلع في 2017 في اخرها باذن الله. ان شاء الله في 2020 واحنا طالعين هيبقى قمر مصري منتج 100% ان شاء الله، ونقدر نصدره احنا بقى ونعيش في عصر الفضاء. يعني في 2020 نستطيع ان بإذن الله نصنع قمرا صناعيا مصريا باذن الله تعالى. وده اللي احنا عاملينه. لان حضرتك لو شفنا صناعه الفضاء في مصر، احنا كان بدت ايام عبد الناصر بشكل جيد جدا، وحرب 67 هي اللي اخرتنا شويه. وقعدنا ال 40 سنه اللي فاتوا اللي مش عايز اذكرهم خالص اتجهنا الى مصانع بسكويت وشوكولاته ولم نتجه الى الصناعات الثقيله. صح. الرئيس السيسي لما جه قال هنعمل القمر وهنشارك ووقع الاتفاقيه مع الصين، كان بيشتغل على صناعات ثقيله وتقنيه. صح. فالنهارده القمر الصناعي لما يطلع بهذا الشكل زي ما قالوا الهند قالت قبل كده، الهند اشتغلوا يعني بدوا معانا الهند، والصين كان بادئ قبلنا حاجه بسيطه 56. النهارده الصين عامله ايه؟ الهند بتطلع فوق ال 34 قمر، حتى بتطلع اقمار عسكريه حاليا. احنا وقفنا نتيجه ال 40 سنه اللي احنا اتاخرنا فيهم للاسف الشديد. فدي حاجه موجوده. الصينيين برضو احنا لعبنا بالمثل اللي هم بيقولوه اللي هو لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. قلنا لهم لا، احنا مش عايزين سمك، لان زي ما بقول لحضرتك لو واحد قال لك خد كيلو سمك غير ما يقول لك خد سناره اصطاد بيها سمك. صحيح. فاحنا بنعمل كده. عايزين السناره. توجيهات الرئيس النهارده ان احنا نصنع، ان احنا نهتم بالعلم، ان احنا نشتغل، وبالتالي احنا
وراه في كل ان شاء الله في كل ممتاز. خطوه باذن الله. دكتور علاء، حضرتك شرفتني وانا سعيد بهذه المجهودات، ويا رب يبقى النتاج بتاعها كمان اضعاف مضاعفه في الفتره القادمه ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا تامر بيه، كل سنه وانت طيب. شكرا يا دكتور، شكرا لحضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره مساء ان شاء الله. تصبحوا على الف خير. مصر في عز شبابها. تاني معاكم رجعنا نحب كلمة مصر. حياتي مصرية، العانة مصرية، العظمة مصرية، الجمال مصرية، العروبة مصرية، الشقاوة مصرية، النجاح مصرية، الضحكة مصرية، الرجولة مصرية، الفنون مصرية، الثورة مصرية. أم كلثوم مصرية، مصر التي في خاطري وفي فمي، الأهرامات أحبها من كل روح الشقاوة ودمي. مصرية، مصرية مصرية، مصرية، التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح. عديت عليك يا سجن القناطر، وكنت بلوم على سكان، صبحت انا من ضمن سكانك. يا رب دي حكمتك، امشي في طريق الاسى، ولا يبردش نار الواحدة إلا لما تاخد حقها بإيدها. واشوف ليالي عذاب. خليك فاكر بس يا باشا ان انا النوبه اللي فاتت كنت جايه مظلوم.